لي سيجار بالكاوكاو على بالي كاين بزاف اللي يحبوهم كثر من تاع اللوز، يجوا ساهلين وتمتم يوجدوا وما يشدولكمش كامل اليد، وراح نشوفوا اليوم السر اللي يخليهم يقرمشوا لاطول مده. هنا كما قلت لكم عندي الكاوكاو اللي كنت حمصته في الاير فراير، يتحمص على حبه ويجي بزاف شباب. كان عندي شويه من بارطل رحيتو، هنا درت نص الكميه على خاطر جاني شغل بزاف. 3 كيسان متوسطين من الكاوكاو، نضيف لهم نص كيلو تاع السكر، وانا نقصت عليها درت 4 كيلو هكذاك. حلوه الترك اختياريه والقرفه ثاني اختياريه، وضفت لها ملعقه متوسطه من مارغرين ديما اللي راح تعطيني طراوه للحشو ديالي لاطول مده، وتعطي له ذوق وتزيد له بنه. نطم الحشو ديالي بالمزهر، شفتوا فنجه تاع اتاي غير 4 هكذاك، ووجدتهم كرات وزنتهم 30 غرام. نحب الحشو يكون مليح في الديول ديالي. انا كانوا عندي هادو ديول كاريين واجدين تاع لي سيغار، الا كانوا عندكم ديول هادوك الكبار تقسموهم على 2 برك. اقليتهم في زيت اللي كانت سخونه، ومن بعد تنقصوا للنار باش هكا يطيبوا لكم حتى لداخل، ما يقعدوش خضوره. من الزيت مباشره تقطروهم مليح وديروهم في عسيله اللي تكون بارده مباشره هكذا باش يقعدوا لكم مقرمشين. لازم يطيبوا لنا حتى لداخل، ومن الزيت ديريكت العسل ما تضيفوا له حتى حاجه. قولوا لي في التعليقات الا تحبوا لي سيجار بالكاوكاو ولا باللوز.